السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الأعزاء، أهلا بكم في قناتي عيشها صح، ومع أولى فيديوهاتنا عن التغذية والمناعة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. احنا زي ما احنا عارفين ان في ارتباط وثيق بين التغذية وجهاز المناعة. ببساطة المناعة هي الحارس الشخصي بتاع الجسم، وعلشان الحارس ده يشتغل بكفاءة لازم نمده بالوقود الصح. الغذاء مش مجرد حاجة بنشبع بيها، ده أداة علاجية ووقائية بتأثر على كفاءة كل خلية في الجسم، خصوصا الخلايا المناعية. النهاردة هنتكلم عن ازاي الأكل الصح بيساهم في تقوية دفاعات الجسم وتقليل فرص الإصابة بالأمراض. الجسم محتاج تغذية متنوعة ومتوازنة علشان يقدر يؤدي وظائفه الحيوية بشكل سليم. والمغذيات الأساسية بتتقسم لخمس مجموعات، وهي الكربوهيدرات، ودي المصدر الأساسي للطاقة، الجسم بيحولها لجلوكوز اللي بيغذي الخلايا. البروتينات بتدخل في تكوين الأجسام المضادة اللي هي أدوات جهاز المناعة لمهاجمة الفيروسات والبكتيريا. الدهون الصحية زي أوميجا 3 دي بتلعب دور في تنظيم الالتهابات ودعم الخلايا المناعية. الفيتامينات والمعادن أدوات دقيقة بس حيوية، كل واحدة لها وظيفة محددة. المية، ودي لازم نفكر فيها كجزء لا يتجزأ من التغذية، لأنها بتنقل المغذيات وتساعد في التخلص من السموم. كل جسم ليه احتياجات مختلفة حسب سنه وجنسه ومستوى نشاطه. مثلا طفل في سن النمو محتاج بروتين وكالسيوم أكتر من شخص بالغ، وعشان كده في حاجة اسمها الاحتياج الغذائي اليومي الموصى به ال RDA اللي بنرجع له كمؤشر. الخطورة مش في نقص العناصر بس، لا كمان في الإفراط. كل حاجة لها جرعة مفيدة، بعدها ممكن يبقى في ضرر. الفيتامينات والمعادن هم الركائز اللي بيعتمد عليها الجهاز المناعي في الشغل اليومي بتاعه. فيتامين سي مضاد أكسدة قوي بيحمي الخلايا وبيعزز إنتاج الخلايا البيضاء. فيتامين دي دوره في تنظيم المناعة واضح جدا، ونقصه مرتبط بزيادة فرص الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي. الزنك أساسي في تكاثر الخلايا المناعة. الحديد بينقل الأكسجين وده أساسي لعمل الخلايا المناعية. نقص أي عنصر من دول بيعمل خلل في الاستجابة المناعية. مناعة الجسم مش مجرد خط دفاع، دي نظام كامل بيشتغل بتنسيق عالي. الغذاء المتوازن بيوفر الخدمات اللي محتاجها الجهاز ده عشان يبني خلاياه ويجدد ويتفاعل بكفاءة مع أي عدوى. كمان التغذية السليمة بتقلل مستوى الالتهابات المزمنة اللي بتضعف المناعة على المدى الطويل. نظامك الغذائي هو العامل الأساسي اللي بيحدد كفاءة مناعتك. أكل متنوع وغني بالعناصر المفيدة بيساعد على زيادة إنتاج الأجسام المضادة وتقليل معدلات الالتهاب. تحسين استجابة الجسم لأي عدوى فيروسية أو بكتيرية. يعني الأكل مش رفاهية، ده تدخل علاجي ووقائي أساسي. في أطعمة معروفة علميا بقدرتها على دعم المناعة، زي الثوم. في مركبات الكبريت اللي بتنشط الخلايا القاتلة للطبيعة. البروكلي غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات سي وإيه. الحمضيات مصدر ممتاز لفيتامين سي. الزنجبيل والكركم فيهم مركبات مضادة للالتهاب قوية. الزبادي والمنتجات المخمرة فيها بروبيوتيك، وده بيساعد على توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء اللي ليها علاقة مباشرة بالمناعة. العوامل المؤثرة على قوة المناعة مش بس أكل، في عوامل تانية أساسية. النوم، الجسم بيصلح نفسه أثناء النوم، وأي نقص فيه بيأثر على إنتاج الخلايا المناعية. النشاط البدني، الرياضة المنتظمة بتنشط الدورة الدموية وبتحسن وظائف المناعة. تقليل التوتر، الضغط النفسي المستمر بيزود هرمون الكورتيزول وده بيقلل كفاءة المناعة. النظافة الشخصية والغذائية لتقليل دخول مسببات العدوى. المناعة منظومة متكاملة لازم نحافظ على كل عنصر فيها. في النهاية عايزين نقول إن التغذية السليمة مش رفاهية، دي ضرورة حياتية.
لما ندي جسمنا العناصر اللي محتاجها بنساعده يبقى في أفضل حالاته ويواجه أي تهديد خارجي بكفاءة. المناعة بتبدأ من طبق الأكل ومن أسلوب الحياة اللي بنختاره كل يوم. نشكركم على حسن استماعكم، ونرجو نكون أفدناكم، وإن شاء الله نلقاكم في فيديو جديد. وزي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.